أهلا بيكم في قناة أنا وطفلي. هل حاسة إن بيتك مليان توتر؟ الولاد مش بيسمعوا الكلام والأكل والنوم كله متلخبط؟ صدقيني أنت مش لوحدك، أغلب الأمهات والآباء بيعيشوا نفس الدوامة، لكن المفاجأة بقى إن الحل أبسط مما تتخيلي، ومش بيبدأ من الولاد، بيبدأ بيكي أنت. في الفيديو ده هنتكلم عن إزاي عاداتك أنت كأم أو كأب هي الأساس اللي بيبني عليه ولادك شخصيتهم وصحتهم النفسية والجسدية، وهنعرف خطوات عملية تقدروا تبدأوا بيها النهاردة علشان تخلوا بيوتكم مكان صحي ومتوازن ومليان حب وهدوء. طيب ليه العادات بتبدأ بيكي أنت؟ الأطفال عاملين زي السفنج، بيمتصوا كل حاجة مننا من غير ما نقول ولا كلمة. يعني لو الأم دايما متوترة وبتصرخ، الطفل هيتعلم إن العصبية رد الفعل الطبيعي، ولو الأب مهمل في صحته ومش بيلعب رياضة، الطفل هيشوف إن الحركة مش مهمة. كمان الدراسات بتقول إن أول 7 سنين في عمر الطفل هي المرحلة اللي بيتكون فيها 80% من شخصيته وعاداته. معنى كده إن كل عادة صغيرة عندك سواء صحية أو سلبية بتتنقل لولادك بشكل مباشر. خلينا نطبق بمثال عملي. لو انت طول اليوم على الموبايل، ما تتوقعيش ابدا من ابنك انه يقلل من وقت الشاشات، لكن لو شافك بتقرأي كتاب هتتفاجئي ازاي بيقلدك من غير ما تطلبي. في كمان عادات بسيطة لكن بتفرق كتير مع الأسرة. أول حاجة الأكل مع بعض. مش بس موضوع أكل صحي، الأبحاث بتأكد إن الأسر اللي بتاكل مع بعض 4 مرات في الأسبوع بيكون عند أولادهم ثقة أعلى وأقل عرضة للاكتئاب أو السلوكيات السلبية. تاني حاجة النوم المنتظم. جسم الطفل محتاج من 9 ل 11 ساعة نوم. لو البيت كله عنده روتين نوم منتظم، الولاد هيلتزموا تلقائي. بعد كده تقليل وقت الشاشات. لازم نبدأ بنفسنا، اعملي وقت محدد من غير موبايل للأسرة كلها. وأخيرا لحظات التواصل. جملة بسيطة زي إيه أكتر حاجة فرحتك النهاردة ممكن تغير مود ابنك، ودي كلها لحظات بتديهم أمان نفسي وبتقوي الروابط الأسرية. في حاجة مهمة كمان لازم تكونوا عارفينها، إن التربية بالقدوة مش بالأوامر. ولادنا مش محتاجين نديهم محاضرات، هم محتاجين يشوفونا بنعيش اللي بنقوله. يعني لو عايزة ابنك يلعب رياضة، لازم انت الأول تتحركي. لو عايزة بنتك تسمع الكلام، لازم تحس باحترامك ليها. المعادلة هنا بسيطة، عاداتك اليومية بتساوي العادات اللي هيتعلمها ولادك. تعالي بقى أقولك على خطوات عملية تبدأي بيها النهاردة. أول حاجة اختاري عادة واحدة بس تبدأي بيها، مثلا النوم بدري أو وجبة عائلية. تاني حاجة التزمي بيها لمدة 3 أسابيع على الأقل. تالت حاجة خلي العادة الجديدة بسيطة وسهلة علشان تستمر. وكمان شاركي أولادك التغيير وخليهم جزء من الرحلة. وفي النهاية لازم نفتكر إن سر الأسرة السعيدة مش في إن الولاد يبقوا مثاليين، السر في إننا كأمهات وآباء نكون قدوة ونبني عادات صغيرة لكن ثابتة. وقوليلي في التعليقات إيه العادة اللي نفسك تبدأي بيها مع أسرتك من النهاردة. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وأشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.